خش يا نور. تعالى يالا، تعالى يالا، تعالى يالا. تعملوا ايه؟ تعالى تعالى يالا، اركب يالا. يلا يا بابا. يلا هات البنت دي. يلا يلا يلا. ابصر هات عربية الشمام دي اختك وتعالى. حاضر حاضر. يلا يلا بسرعة. والله فتحي قايل مش هيعمل حاجه في نوره، هما بس بيأمنوا روحهم. هو حد يآمن لكلام عيالنا يا نجية؟ أنا خايفة لأكون رميت البت بإيدي في النار. الله يخرب بيت دي عيال اللي معيشنا في الرعب ده كله. واي رعب يا اختي؟ ده انا قاعده كده زي ما اكون عامله ومصاريني كلها متشبكه ببعض. وقول يا بيت هتراضي العيال على حساب رضا ربنا، وانت قربتي خلاص هتقابلي ربك، وبهين عليه اروح ابلغ عنه. ومن سمعك يا اختي، ده انا حكيت لك عشان اقسم همي معاكي، ما كنتش قادره اشيله لوحدي. هم تقيل قوي يا نجيه، ما يقدرش عليه اقوى بطل. وزيك اللي خارسني عن قلت الحق، هم عيالي ووكستهم وسواد قلبهم. بس برضه يا نجيه ما ينفعش نأذي عيالنا حتى لو على حساب نفسنا انا وانتي، وحتى لو على حساب رضوان. رضوان الله يكون في عونه، ده شاف اللي ما شافهوش بشر. بس سيف ولبنى صعبانين عليا قوي، حارقين قلبي. برضه يا نجية ما ينفعش نبيع عيالنا، ده احنا ملناش غيرهم حتى لو غلطوا يا اختي. غلطوا يا سميح؟ دول قتلوا وعايزين يقتلوا، والواد شكله كده زي ما يكون عارف. دي تبقى مصيبة لو كان عارف. يبقى عيالنا خلاص راحوا يا سميح، عيالنا هتموت. ألف بعد الشر عليهم، بعد الشر. بلاش ترعبيني أكتر ما أنا مرعوبة. حكيم أنا عارفة رضوان طالع لأبوه، ما بيسيبش حقه وما بيخافش من العباد. يا مصيبتي لو كان عرف، يبقى خلاص لا أنا ولا أنتي ولا الدنيا كلها هتنجي عيالنا من إيديه. ضربهم المواكيس وهو متعور. اما لو كان سليم جاتهم خيبه. خيبه واحده جاتهم 1000 خيبه. ده انا هموت على السفره. رغيتي مع رضوان في ايه يا بت؟ ما رغتش في حاجه. بتسيء عليا؟ طب ده حتى عيب، ده انا اكبر منك ب20 سنه، يعني مش هشتري الصعبات مهما حاولتي تبيعي لي. ويا فتحي الطريقه اللي انت جايبنا بيها دي، انت خاطفنا. انت صحيت؟ دورك لسه ما جاش يا شمام انت. بس يالا قلت له ايه؟ احنا اللي قلت لرضوان على كل حاجه. كل حاجه؟ كل حاجه اللي هي ايه بقى؟ انت عارف يا فتحي. لا انا ما اعرفش، قول لي انت. مين بقى فينا اللي بيسيع؟ انت. وهنسل الجزمه على وشك لو ما قلتش قلت ايه لرضوان. انا اسف. قلت له ان انتوا قتلتوا مراته وابنه وانتوا بتحاولوا تقتلوهم كلهم، وانه ما كفكوش وعايزين تكملوا عليه هو وماري. ايه يا ابني ده؟ جبت الكلام الفاضي ده منين؟ من نورة؟ دي كدابة، ورطتك وخلتك تخش في حوار ملوش أي لازمة. انا مش كدابه، انت اللي كداب وعارف كده كويس. اوعى تفتكر الحوار اللي عملتوه عليا انت واخواتك الهبل في المطعم دخل عليا. انتوا قتلتوا لبنى وسيف، ورضوان هيخليكم تعرفوا كويس قوي انتوا عملتوا ايه. لا كدابة، وانا ما اعرفش اصلا انت بتتكلمي على ايه ومالتي دماغ الشمام ده بايه. معلش هقطعك يا فتحي. حد عايز ياكل حاجه او يشرب حاجه عشان شكل الليله مطوله؟ لا شكرا. لا مؤاخذه يا فتحي، اصل اخوات جوزي واول مره يزوروني وما ضيفتهمش. كمل يا اخويا، كنت بتقول لها كدابه ومش عارف مال الدماغ الشمام ده بايه. بص يا عادل، قصدي يا شمام، انت غلطت غلط كبير قوي. مشيت ورا عيله صغيره ومشيك وراها هيجيب لك الكافيه. يعني انت ما عملتش حاجه من الكلام ده يا فتحي؟ ما عملتش،
ولو عملت هقول لك. هو انا هخاف منك يا ده ب7 أرواح، ده ماسك في الدنيا هو وبيته. يا ريتهم يا اخي كانوا غاروا في داهيه وحصلوا الولا سيف ولبنى. تشتغلين يا نوره؟ اوعى تشك في اخوك وسايبه التليفون في البيت عشان بيتشحن. دلوقتي بتسجلي؟ انا اللي بسجل من تليفون. انت ولا هي هتتفقوا سوا؟ او كل واحد لوحده، مش فارقه. اللي فارق دلوقتي التسجيل ده مع مين تاني يا عمري؟ هي بتتكلم صح يا فتحي. جت من اصغرنا يا فتحي، عملنا صيع واتعلم علينا. بنبني امبارح التقاوي علم علينا يا فتحي. بس لا يا ابو محسن، مش ناقصاه. التسجيل ده مع حد تاني يا عادل؟ تسجيل مع واحد بس، على تليفون رضوان البرنس. خليك فاكر اسمه كويس يا رأفت. هات تليفونك يا هات. وانت احبسوا لي العيال دي لغايه لما اشوف هعمل فيهم ايه. يلا يلا ايدك من على نور. اوعى حاسب. يلا قدامي. يلا حاسب ايدك من عليها. خيانه. مفيش حاجه. ده تسجيل مع رضوان يا فتحي. سجلوا لكم يا عبط. طبعا ما هو من الرغي اللي خلفوكوا حطيتوا كلكم علينا. التسجيل على تليفونه يا فتحي، ولو كان عايز يبلغ ما كانش جه وقلب الدنيا عليكم. يعني ايه؟ يعني خدت منه التليفون مات التسجيل، وحلاوتها في حموتها. لسه امي مكلماني وانا جايه في الطريق، بتقولي ان هي وخالتي نجيه شافوه وهو طالع بيته. اتصلي بامك دلوقتي يا عبير، قولي لها ان انا عايزها بسرعه.